الشيعة زي ما انت بتقول هم مجموعة من الصحابة كانوا يرون ان علي هو الاولى بقيادة المسلمين بعد وفاة النبي. فالاسماعيلية والاثنا عشرية بيتفقوا ان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام النبي عنده دعوتين، ظاهرة وباطنة. ما هو المقصود عند الشيعة الإسماعيلية أو الفرقة الإسماعيلية لما بيقول إن في ظاهر وفي باطن؟ الله في الفكر الاسماعيلي خارج هذه المنظومة، بمعنى ان الله ليس له اي صلة بالكون بتاعنا. إزاي التراتبية الصاعدة والهابطة دي أثرت على الحركة الاجتماعية والحركة السياسية بقى للفرقة الإسماعيلية؟ احنا عاوزين نبقى في تواصل مع اللي فوق، فعملنا المقامات اللي هي نوع من انواع التواصل، ان انت في حد بينك وبين السماء مجسد قدامك. التجسيد للعلاقة الدينية أساسي في كل التجارب البشرية واحتياج بشري أساسي. الإمام الإسماعيلي عنده خاصية مش موجودة عند الخاصية عند الناس التانية، عنده نوع من أنواع الاتصال مع الذات الإلهية، ويخلط ده كله ويقول لك إن علي ده إله وابن إله ومقدس وبتاع. فسيدنا علي حرقهم.